السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المنتخب الوطني الجزائري يفوز على نظيره البولندي ويدخل أجواء كأس إفريقيا رسمي. جمال بالماضي وقف على مردود اللاعبين خلال التربص وتشكيلة مباراة أنغولا أصبحت جاهزة إلى حد بعيد. النهج التكتيكي المعتاد 4-3-3 والذي أكيد سيلعب به جمال بالماضي خلال كان كوت ديفوار 2024. المنتخب الوطني الجزائري حدثت خلال الشوط الثاني وانطلاقا تقريبا من الدقيقة 75 بخروج كل من بن ناصر، بليلي، بونجاح، بن طالب، شيبي، محرز، دخول كل من والناس فيغولي، الزرقي، عوار، سليماني، عمر. توقيت المباراة كان مهم جدا لأن تقريبا في نفس توقيت المباراة الثانية أمام بوركينا فاسو، وبهذا تقريبا النهج التكتيكي اليوم المدروس أو المعول عليه ضد بوركينا فاسو. أهداف المنتخب الوطني الجزائري: الدقيقة الأولى تمرير من بلايلي وبونجاح يسجل الهدف الأول، والدقيقة 43 محرز يضيف الثاني، والهدف الثالث سليماني، والرابع كان من طرف المتألق في الفترة الأخيرة عمور. بالعودة إلى تشكيلة المباراة واللي كانت 4-3-3، في حراسة المرمى ماندريا، في الدفاع الرباعي المعول عليه بسبعيني عطال، وفي وسط الدفاع كل من ماندي وأيت نور. وسط الميدان كالعادة كل من بن ناصر، بن طالب، بالإضافة إلى شيبي الذي عوضه في غولي في الشوط الثاني. والهجوم محرز، بليلي، ورأس حربة بونجاح. بالمناسبة قبل ما ننسى، هذه أول تجربة لي وأول فيديو، أعتذر إن لم نكن عند حسن ظنكم. قبل هذا وقبل مواصلة تحليل المباراة الجزائر وبولندا قبل خوض مضمار كأس إفريقيا بكوت ديفوار، لا تنسوا متابعينا الأعزاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، بالإضافة إلى وضع إعجاب على الفيديو حتى يصلك جديد محتوانا إن شاء الله. والآن نمر مباشرة إلى الحديث حول إحصائيات المباراة على بركة الله. المباراة أقيمت بملعب كيغي بالعاصمة الطوغولية لومي، وكانت وراء أبواب مغلقة وغير متلفزة، ومنع الجمهور من الحضور حتى لا يتكرر سيناريو مباراة طوغو من خلال البث المباشر من أحد الجماهير الطوغولية. 9 لاعبين في التشكيلة الأساسية لعبوا كأس إفريقيا بمصر 2019، وهذا ينعكس إيجابا على خوض هذا المضمار إن شاء الله. انتهت مرحلة لومي وبدأت كأس إفريقيا فعليا للمنتخب الوطني الجزائري. من بين تصريحات جمال بالماضي واللي ربما لابد الوقوف عندها، أن المباراة كان لها فائدة كبيرة خاصة من ناحية الانسجام فيما يخص الهجوم بقيادة بليلي وبونجاح وحتى محرز، الذي يتضح أنه لدينا هجوم لا خوف عليه، خاصة بوجود عمورة وسليماني، مما يسمح بوجود اختيارات وتنويع في تشكيل. منتخبنا الوطني الجزائري واجه 5 مدافعين في مباراة اليوم وسجل 4 أهداف، مما يعني أن هنالك أمل وهنالك جرعة إضافية لأشبال الناخب الوطني جمال بالماضي قبل مضمار 15 من هذا الشهر إن شاء الله أمام أنغولا. في الأخير دعما لنا وتحفيز على تقديم المزيد، لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء حتى يكون هنالك دفعة إضافية إن شاء الله لتقديم المزيد في قادم المواعيد. سلام.